انا عملت حادثه والعربيه اتقلبت والايرباج ما ضربش. اكيد سمعت الكلام ده كله قبل كده واستغربت ازاي ده يحصل. تعال اقول لك بقى ده حصل ازاي. انا طارق صلاح وده الجراد. قبل ما تقعد تتهم العربيه بتاعتك والصانع بتاعها انها عربيه ما فيهاش امان، تعال اقول لك ازاي وامتى الايرباج بتشتغل. الايرباج ببساطه بتشتغل لما يحصل تصادم قوي في وش العربيه او في جنبها، خصوصا لو كنت على سرعه. طب العربيه بتعرف ازاي؟ العربيه بيبقى فيها حساسات للايرباج في الجناب في البيبان وقدام طبعا في وش العربيه، وطبعا مع اي تصادم الحساسات دي بتبعت اشاره للكمبيوتر بتاع العربيه، وعلى حسب سرعتك ساعتها ومتغيرات كتير قوي زي اذا كنت رابط الحزام او لا الايرباج بتشتغل. فالكمبيوتر بيحس بتغير مفاجئ في سرعه العربيه وساعتها بيقرر هيفتح الايرباج ولا لا. وطبعا الايرباج بيفتح عشان يقلل من خطر التصادم ما بين السواق او اللي قاعد جنبه وما بين الدركسيون او التابلو. وكمان لو في ستائر جانبيه بتفتح عشان تقلل من خطر التصادم ما بينه وما بين الشباك او الازاز اللي جنبه. وعشان كده مفيش ايرباج هتفتح لو العربيه اتخبطت من ورا، لان ببساطه لما العربيه تتخبط من ورا انت هترجع بظهرك في الكرسي، فكده هيكون ظهر الكرسي والحزام والمسند بتاع الراس هم اللي هيامنوك، وفتح الايرباج ساعتها مش هيبقى ليه اي لازمه خالص. يجي واحد بقى ويقول لي طب لو العربيه اتقلبت، اقول لك برضو لو العربيه اتقلبت فتح الايرباج مش هيأثر في حاجه، الستائر الجانبيه بس هي اللي ممكن تفرق، ده على حسب العربيه اتخبطت منين واتقلبت ازاي. فمش كل خبطه هتخلي الايرباج تفتح، لان لو الايرباج فتحت في اي وضع هي ما ينفعش تفتح فيه ممكن لا قدر الله تسبب لك اصابات اكتر من الاصابات اللي الحادثه ممكن تعملها. وده بقى بياخدنا لموضوع تاني وهي السكاته بتاعت حزام الامان، واللي هنعمل عنها فيديو مخصوص بعد كده. ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو عشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده.